تسمع عن حاجه اسمها كونسيومر؟ الكونسيومر هو المستخدم او المستهلك الخاص بالخدمه بتاعتك. وعلشان تقدر تحدد الكونسيومر المناسب للبروجكت بتاعك، فانت محتاج تستعين بموديل من ابسط واسهل المودلز اللي انت محتاج تشتغل عليها، وهي STP. STP هو عباره عن Segmentation Targeting Positioning. طيب بمعنى اوضح، تعال ندي مثال زي مثلا ايجي بنك. ايجي بنك اول ما اقول لك ايه اسم البنك ده، على طول يجي في دماغك مفيش حد بيعمل لك حساب، احنا عملنا لك حساب. تعال اقول لك بقى الكيس دي كلها مشيت ازاي. ايجي بنك هو عباره عن بنك بيقدم الخدمات البنكيه او الحلول البنكيه بشكل عام، وطبعا السوق بتاعه كبير جدا جدا. يعني ايه؟ يعني مثلا هو بيتارجت اصحاب الشركات، بيتارجت الطلبه، بيتارجت الشباب، بيتارجت الموظفين، بيتارجت سوق كامل كبير جدا اغلب البنوك بتستهدفهم. طيب فعشان كده استخدم موديل لطيف جدا اسمه Segmentation Targeting Positioning. يعني بكل بساطة هو عمل حاجة اسمها تقسيم للشرايح الخاصة بالخدمات البنكية بتاعته. شاف مين ممكن يحتاج الخدمة بتاعته وابتدى يقسمهم لمجموعات صغيرة. بعد مرحلة السيجمنتيشن دخل في مرحلة تانية أو ستيب تانية اسمها T-Targeting. Targeting هو الاستهداف. ابتدى ياخد جروب معين من السيجمنت او من الشرايح اللي ابتدى يقسمهم، وابتدى يستهدفوا بكامبين كامله ليهم، وهي طبعا زي ما احنا عارفين شريحه الفريلانسرز. وعشان كده الشريحه دي لانهم في جروب لوحدهم، فابتدى يخاطبهم بالطريقه المناسبه ليهم، وهي بقى المرحله الاخيره وهي البوزيشننج، او ايه هي الصوره الذهنيه اللي عايز يوصلها لهم، او ايه هي المسج اللي عايز يوصلها لهم، وهي ان مفيش حد بيعمل لك حساب، احنا بنعمل لك حساب. فالموضوع جه من مرحله السيجمنتيشن، قسمنا الشرايح، تارجتنج استهدفنا شريحه معينه، بوزيشننج وصلنا لهم رساله معينه او وصلنا لهم مسج معينه. عشان كده الاس تي بي من اسهل وابسط المودلز اللي تقدر تستخدمها في مرحله الكونسيومر.